في ايدك يبقى معاكي فلوس اكتر من كده كمان، فلوس كتير قوي من وانتي قاعده في بيتك. طب انا ما بشتغلش، انا ما بعرفش انزل يا مسك علشان ولادي، عشان كده حبيبه قلبي هجيب لك الحلول كلها من وانتي قاعده في بيتك تبقي مليونيره. ازاي اكون مليونيره؟ بحاجات بسيطه جدا تعمليها في بيتك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هتستفادي من الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو لسه بقى اول مره تشوفي قناتي اسمها وصفه نصيحه مع مسك، خشي كده خدي لك لفه في الفيديوهات، ان شاء الله هتستفادي منها كتير قوي ان شاء الله. يعني قناتي خاصه بالتوفير والميزانيات والتدبير، ازاي تعملي فلوس وانتي قاعده مكانك، ازاي تحققي احلامك وامنياتك، ازاي يكون مشروعك الخاص بيكي عاملاه حتى وانتي في بيتك، ويكون معاكي فلوس ولابسه دهب ومحققه كل اللي نفسك فيه. بس لو لسه اول بقى مره تشوفوا القناه، اشتركوا على طول في القناه وشرفوني كده ونوروني، تمام؟ علشان ان شاء الله كل ست بيت جميله قاعده في البيت ونفسها تعمل اي حاجه تحققها. ازاي يا مسكي جبتي الفلوس دي كلها؟ هقولك من وانتي قاعده في البيت، بس لازم يكون في يعني عزيمه شويه عندك او اصرار او هدف كمان بالحاجه اللي انتي عايزه تعمليها. ايه الحاجه اللي انا عايزه اعملها؟ اول حاجه يا ست الكل، هاتي ورقه وقلم وتعالي لي على طول. ضغطتوا لايك، صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. بس بالله عليكم عايزه احملكم امانه، ما تنسونيش ان انتوا تشوفوا الاعلان يا بنات اللي بيجي، ما تعملوش تخطي، لان بجد الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم لحد دلوقتي لسه ما بيجيليش عليها ربح خالص، لان اكتركم بيخطي التعليقات. طب واحده من حبايب قلبي متابعيني قالت لي يا مسك انت قبضتي من اليوتيوب؟ بكل صراحه حبيبه قلبي انا بقالي سنه دلوقتي على اليوتيوب، وانا عامه بقالي بتاع 3 سنين بس في قنوات تانية، وما بصراحه بيحصل لي ظروف ما بكملش. لكن القناه دي بالظبط بقالي يا دوبك سنه بفضل الله، ولسه والله العظيم ما قبضت. وانا وعداكم ان اول ان شاء الله ما اقبض من اليوتيوب باذن الله، ده انا اكتر واحده بشجعكم يا بنات ان انتوا تعملوا قناه. لكن ما قلتلكمش ان انتوا يعني هتصبحوا تاني يوم تمام ان انتوا تقبضوا. فباذن الله اول قبض ليا لازما والله العظيم انا بحلف لكم وحياه ولادي اشارككم، يعني اشارككم وكده بيه، علشان كل ست بيت جميله تتشجع. انتوا عارفين انا ما ببخلش عليكم باي معلومه خالص في حياتي. ليه؟ علشان انا هدفي وهدف القناه ان انا نفسي كل ست بيت تبقى ليها ظهرها ده مش اخوها او باباها، ربنا طبعا يخليهم لها ويبارك في عمرهم، لكن هدفها وظهرها فلوسها، ظهرها شغلتها، ظهرها مش جوزها خالص يا بنات. مهما جوزك كان معاكي كويس، لا، ظهرك فلوسك، ظهرك ذهبك، ظهرك حته شقه مكتوبه باسمك او ارض. اسمعوا كلامي انا والله العظيم، انا ما بقولش كده من فراغ، لا، من حياتي وتعاملي مع الناس وتعاملي وبشوف المواقف اللي قدامي. فيلا بينا نبدا وكده. الفلوس دي عامه كلها هقول لكم انا عملتها ازاي، تمام؟ انت في ايدك، تمام؟ الفلوس دي كلها انا عملتها ان انا يعني بمبلغ بسيط قوي، كل يوم 20 جنيه، تمام؟ او كل يوم 30 جنيه. واحده تيجي تقول لي يا مسك ده كتير، ده كتير، ده انا باخد ميزانيتي في اليوم 100 جنيه ومنها اكل وشرب ومنظفات وخزين وكل حاجه. ازاي يا مسك انت بتقولي مثلا ان انا اشيل في اليوم 20 جنيه؟ حبيبه قلبي الموضوع سهل جدا وبسيط، تمام؟ تعالي كده عايزه اقول لك، انت اولا تمام الكلام ده لو ست بيت عارفه تدخلي جمعيه، كل يوم لمي جمعيه مثلا ب10 تنفار او ب20 اسم، خلاص؟ ويا سلام لو ب20 اسم ودخلتي كل يوم ب20 جنيه، تمام؟ جميله قوي، تمام؟ تخلي قبضك على طول في اول 5 اوائل، ويا سلام لو يا حبذا لو انت اللي عملتيها هتقبضي اول اسم، يعني في اول شهر او في اول 10 ايام لو انت هتقبضيها كل 10 ايام، تمام؟ اصبح ان انا الحمد لله ما لحقش ان الفلوس مثلا تقل قيمتها في خلال شهر، او واخده الفلوس كلها هيطلع لي مبلغ حلوين، سواء 10 سواء 20 الف، خلاص؟ ده ليه؟ علشان انا قايله لكم لو في اليوم 30 جنيه، تمام؟ احسبيها كده مع نفسك وهتوصلي الموضوع ده. طب انا يا مسكي مثلا ما عنديش قرايب، ما اعرفش، ماليش معارف، انا بعيده عن قرايبي وساكنه في بلد غريبه وما اعرفش، اصبح ان انت مثلا كل شهر هتكتبي، تمام؟ يعني مثلا احنا في شهر مايو، خلاص؟ هتبداي تعملي 30 مربع، 30 مربع، خلاص؟ كل شهر على حسب، الشهر 29 هتعملي 29، الشهر 30 هتعملي 30، الشهر 31 هتعملي 31، تمام؟ وحاطه لنفسي مثلا الهدف التحدي، خلاص؟ هبدا ان انا اكتب السنه 12 شهر، خلاص؟ هبدا ان انا اكتب 12 ورقه بكل شهر زي كده، تمام؟ طب ليه يا مسكي والحاجه دي؟ ما هو ده في ان انتي ملكيش قرايب وملكيش مثلا جيران حواليكي. هبدا ان انا مثلا اكتب في كل كده صفحه 30 مربع، وابدا ان انا كل يوم
حاطه هدف مثلا انا في مقدريتي مثلا اشيل 20 جنيه، يبقى انا هحط هدف كل صفحه مثلا 20 جنيه. هبدا ان انا كل يوم اشيل 20 جنيه واقوم عامله صح. خلاص انا حطيت النهارده ال 20 مثلا يوم واحد كده، يوم اتنين حطيت 20 كده بقى 40، وابدا ان انا الصفحه خلصت خلاص. انا بسقط طبعا الموضوع ده في حصاله. ليه؟ علشان مش في بوك، لان طبعا انا لو كل يوم سقطت مثلا في البوك 20 هاجي اتزنق رايحه مواصله رايحه حاجه هقوم مطلعه. لكن لا، حصاله تكون محكمه الغلق كده، تكوني ما فتحتهاش خالص، لان ده تحدي هيبقى بالنسبه لك سنه، هيبقى 12 شهر تبقي قده. طب ماشي، هرجع برضو كملوا معايا الفيديو، هديكم افكار جميله قوي من الاكل والشرب ان انتوا هتوفروا ال 20 وهتوفروا 30، وفي ستات جميله ممكن توفر 40. تمام. بس لو لسه بقى ما اشتركتيش في القناه، اضغطي كده الاشتراك في القناه ولايك كده حلو منك ليا في الفيديو. ربنا يا رب يحقق لكم دايما اللي بتتمنوه. بدات ان انا عملت كده، يبقى شهر مثلا مايو 30 يوم مثلا او 31، هبدا ان انا شلت كل يوم 20 خلاص. اصبح ان انا مثلا معايا، يبقى في الشهر ده انا جمعت مثلا 600 جنيه. شلت مثلا 30، يبقى انا في الشهر ده جمعت 900 جنيه. تخيلي لو انت كل شهر جمعتي 900 جنيه، يبقى خلال السنه احسبي كام. تمام. فانا عايزه اقول لك الموضوع سهل. ده الكلام ده كمان لو انت ما عندكيش حد. طب يا سلام لو معاكي حد، يبقى مش هتستني لسنه، لا انت هتقبضيها في خلال اللهم صل على النبي، خلال شهر واحد. تمام. هتبداي تاخدي الفلوس دي هتشتري بيها دهب. تمام. الفلوس دي انا بقى كنت عاملاها ازاي؟ الفلوس دي يا بنات انا كنت داخله جمعيه بصراحه، وقبضتها على طول في اول خمس، يعني في الخمسه الاوائل. ليه بقى؟ علشان ان شاء الله زي ما وعدتكم احنا ناويين ان انا انزل معاكم ونشتري حته ذهب باذن الله قريب. خلاص. الفيديو لعلمكم انا كنت بحاول ان انا احضر لكم، يعني احضر لكم من قبل كده بحيث ان انا اخدكم معايا ونشتري الذهب وكده، لكن بصراحه حصل عندي ظروف ورحت للدكتور والكلام ده. فان شاء الله باذن الله استنوا الفيديوهات الجايه هنشتري كده ذهب، وهعرفكم ازاي تشتروا كويس وتحسبوا كويس، والمصنعيه يعني اللهم صل على النبي، ما حدش يغلبكم، ما حدش مثلا يضحك عليكم في المصنعيه، لا كل حاجه قدامك، وهعلمك ازاي على تليفونك وانت داخله تشتري ان انت تعرفي تحسبي المصنعيه كويس، وتعرفي وهتعرفي كمان انك تقدري تنزلي المصنعيه ل 30 جنيه، وفي ناس بيبيعوا المصنعيه ب 20 جنيه كمان. خلاص. فان شاء الله باذن الله كملوا معايا الفيديوهات الجايه، سلسله الفيديوهات الجايه جميله قوي. طيب يا مسكين، ازاي بقى احنا نوفر 20 جنيه تمام كل يوم، او ازاي نوفر 30 جنيه؟ تمام. هقول لك يا ست الكل، نبدا كده ازاي نضاعف الحاجات اللي عندنا. ازاي؟ اللهم صل على النبي، ان انا اضاعف اكلي وشربي. هبدا اول حاجه يا بنات زي ما بقول لكم وزي ما ذكر لكم قبل كده كتير قوي في الفيديوهات اللي فاتت وفي قناتي القديمه، لو حد من متابعيني حبايب قلبي في قناتي القديمه، قايله لكم اول حاجه عايزين نضاعف مثلا اللبن. خلاص. انا مثلا ببقى محدده ليا كيلو مثلا لبن في الاسبوع، تمام، او 2 كيلو على حسب. تمام. بس طبعا لو انت بتشربي 2 كيلو في الاسبوع، لا احنا عايزين بقى نوفر نجيب كيلو. طب الكيلو ده هنعمله ازاي؟ هبدا ان انا كيلو ده غليته خلاص، هبدا ان انا بقيته على رف التلاجة، واصبح تاني يوم شايله منه طبق القشطه. هنعمل منه حاجات تانية برضه هقول لك عليها، لان هنوفر السمنه اساسا خالص، مش هنشتري سمنه تاني بقى خلاص. لو انت بتشتري سمنه لا انت توفري بند السمنه ده. وهنبدا ان احنا اخدنا الكيلو ده، اللهم صل على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تاخدي كيلو اللبن ده حطيته مثلا في ازازه في التلاجة. خلاص. ازازه ده انا عارفه ان الازازه الريتلي دي هتكفيني مثلا اسبوع. وليكن انا مثلا هاجي اعمل شاي بلبن، هاخد نص كوبايه تمام على كوبايه ونص مثلا ميه، واحطهم يغلوا على النار مع السكر مع الشاي بلبن، مع الشاي يا بنات عذرا، مع مثلا ربع او اقل من ربع معلقه قرفه صغننه قوي. تمام. بتعزز طعم الشاي بلبن، بتخليه جميل قوي، ولا كانك عاملاه من نص كوبايه لبن. تمام. تمام. اصبح ان انا بدل ما كنت باخد كوبايه او كوبايتين، لا ده انا خدت نص كوبايه. طيب. اجي مثلا هعمل البشاميل، هاخد برضو نص كوبايه للبشاميل، والباقي اكمله. عندي شوربه اكمل بشوربه، عندي ميه بكمل بميه، او بميه سليق المكرونه بتخليها جميله قوي يا بنات. لو هتاخدي كده كوبايه ونص مثلا من ميه سليق المكرونه على نص كوبايه لبن، مع واحده مرقه دجاج او معلقه من مرقه الدجاج البودر، عايزه اقول لك جميله جدا. اصبح ان انا برضو وفرت في اللبن. الكيكه لو بتعمليها مثلا بكوبايه وربع لبن او كوبايه ونص، لا اعمليها بكوبايه الا ربع وزودي الباقي ميه. اعمليها بنص كوبايه، ما تنسيش ان في ناس بيعملوا كيكه من غير ميه بس، فانت اعملي مثلا نص لبن ونص ميه. حاولي انك تدخلي الميه مع اللبن. تمام.
تمام. اصبح ان انا كده وفرت في مثلا في كذا بند من اللبن، يعني في الشاي بلبن، في البشاميل، في الكيك، حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي يا بنات في ايدك انك توفري فيها في اللبن. طيب الزيت بقى هنعمل ايه؟ الزيت اولا ده هنوفر منه ازاي؟ اقدر اقولك انك ممكن تجيبي الكيلو، كيلو يعني كامل، وكيلو كده على الميزان في من السرجه اللي هو الزيت السايل. صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلاه، حطيتوا اللايك؟ طيب ماشي. فعايزه اقول لك لو اشتريتي الكيلو اللي هو الكيلو كامل تمام من السرجه جميل قوي. وبصي بقى، بدل انت رايحه السرجه واثقه ان هي السرجه دي نظيفه، وشميتي ريحه الزيت ولقيتي ريحته مش وحشه وريحته حلوه، اشتري من غير ما تقلقي. تمام. في ناس كتير قوي بيشتروا الزيت السايب ده وبيبقى حلو وبيبقى فيه البركه كمان وما بيطيرش في القليه. يعني في ناس تقول لك ده في زيت بيطير كده في القليه، ما تلاقوهوش بعد ما بتقلي مثلا القليه، ما بتلاقيش فيه. لا، الزيت ده بيبقى حلو وثابت في المقلايه ما بيقلش. خلاص. طيب انا مش حابه الزيت السايب وما عنديش يا مسك مثلا سرجه حواليا اللي انا بشتري منها العسل والطحينه والخل الخام والكحول والسبرتو والكلام ده. تمام تمام. طيب انا بقى ساعتها اعمل ايه؟ هاتي عادي الازازه العاديه خلاص، بس اعملي لنفسك مثلا رينج. انا الازازه دي هتكفيني 15 يوم. طب ازاي 15 يوم يا مسك؟ ده انا الازازه ممكن تكفيني اسبوع بالعافيه. هقول لك. احنا مثلا هتيجي تقلي بطاطس، قولي لا انا هسلقها وبتاع ده واحمرها مثلا في معلقه زيت، او مثلا انا هسلقها نص سلقه واقوم حطاها في صاجه في الفرن تحت الشوايه وبفرشه اقوم دهنها دهنه زيت بسيطه. هاجي مثلا اقلي بتنجان، لا ده انا همسكه احطه في شويه ميه بملح قبليها خلاص، وبعد كده اقوم دهناه بفرشه واقوم مدخلاه تحت الشوايه تحت الجريل. خلاص تمام. هاجي مثلا اعمل رز، بدل ما كنت بفضي بتاع 3 معالق كده زيت في الحله، لا ده انا احط معلقه واحده واشوحه براحتي او احمره براحتي كده هيتحمر وكل حاجه، بل بالعكس الاكل هيبقى هيلثي معاكي وصحي. خلاص. ابدا ان انا احط لنفسي معايير في كل حاجه. تمام. انا مثلا هاجي اعمل مكرونه، انا كنت بعمل مثلا في طقتي نص كيلو مكرونه، لا ده انا هقوم شايله معلقه، شايفين انا بقول لكم ايه؟ معلقه. تمام. وسلقه حله المكرونه في حله كبيره. انت مثلا هتسلقي نص، ما تجيبيش حله على قد النص واقوم سلقه فيها، مش هتضاعف معاكي خالص، لا بالعكس. ده انا اقوم جايبه حله تاخد الكيلو واقوم سلقاها فيها، وتفرجي على المكرونه لما تنفش منك بقى كده بتبقى جميله. خلاص. وفي نفس الوقت قبل ما المكرونه تحسي ان هي بقى فيها تكه، خلاص اقفلي عليها وسيبيها في الميه. سامعيني؟ اقفلي عليها وسيبيها في الميه تكمل سوا. والله العظيم بتبقى جميله وبتنفش المكرونه، بتروح قد كده وفي نفس الوقت ما بتبقاش معجنه. تمام تمام. بتنفش وبتديكي ما شاء الله، بتفرق معاكي. طيب الرز هتعرفوا ازاي يا مسك؟ ضغطوا لايك ولا لسه؟ ضغطوا لايك ونوروا التعليقات كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بجد بجد يا بنات، الصلاه على النبي ده رزق من عند ربنا، ان ربنا يكرمك كده في صباحه كده، انك يعني يرزق ايدك كده ان هي تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فعايزه اقول لك، طب الرز اعمله ازاي؟ الرز زي ما قايله لكم كتير قوي، بس انا حبيت اجمع لكم افكار التوفير دي في فيديو واحد. ان الرز برضو الكيلو ما بعملوش في حله تاخد الكيلو، بعمله في حله تاخد 2 كيلو، وبقوم غسلاه ونقعاه من 5 ل10 دقايق في الميه. طب هاجي ازوده، ما تزودوش بقى ايه ان المعيار يبقى فوق الرز شويه، لا بزوده اقل شويه بحيث ان الرزايه تبقى باينه سنه بسيطه، او الميه على قده بالظبط قوي كده كده عشان ما يعجنش منك وفي نفس الوقت ينفش معاكي. خلاص. وابداي ان انت مثلا تهدي النار خالص عليه بعد ما يغلي. ليه؟ علشان بشوف ناس كتير بيضيعوا، معلش يعني في الكلمه، بيضيعوا نص الرز في يلزقوه في الحله. طب وبعدين؟ طب انت كده ضيعتي معلش الحاجه اللي انت بتوفريها. لا، انا الرز يا دوبك عندي من الناس اللي بتستنى ان الرز يفضلوا معلين عليه لحد ما يغلي ويتشرب وبعد كده يوطوا عليه، لا. الرز عندنا بمجرد ما يغلي بقوم مهديه عليه شمعه، يفضل معاكي لحد اخر رزايه تحت مش لازقه في الحله ولا اي حاجه، وما تهدريش حاجه. صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلاه. بعد كده عايزه اقول لك كمان الاريال، قايله لكم الاريال ازاي نضاعف كميتكم، وذاكره لكم هنا في القناه وقايله لكم بجيب مثلا نص كيلو مسحوق اللي هو السايب ده، وعليه مثلا كيس ب10 او ب15 اللي هو المسحوق مثلا اوكسي باهي، اي بقى ريحه انت بتحبيها. خلاص تمام. طب انا مش حابه اجيب اللي هو ب10 جنيه التاني ده، ممكن اجيب صابونه ب5 اللي هي البلدي دي بتاعت الغسيل، و5 جنيه من عند برضو بتاع المنظفات اللهم صل على النبي كربونات على ملح ليمون، واقوم خلطه ده كله وبشر الصابونه على نص كيلو اللي انا جايباه وكده.
طيب ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، امشي بقى معاكي. البرسيل ما بيتحطش كده من الكيسه، بمعيار زي ما انا قايله لكم قبل كده ومورياكم المعيار بتاعي. كوبايه معياريه عاديه خالص من بتاعه اللي هي الكيكات والكلام ده، انا واخده الكوبايه اللي ما بستخدمهاش وحاطه لي دي معيار الدور عندي. وابدا ان انا حطيت مثلا الغسيل من بالليل وضربته ضربه ومسايباه ندور نقع، واصحى الصبح اقوم مشغله عليه دوره كمان وخلاص الغسيل بيبقى فله. طيب بعد كده يا بنات، ضغطتوا لايك ولا لسه؟ انا جايب لكم افكار من الاخر اهو، اوعوا تبخلوا عليا باللايك علشان كلنا يا بنات نشتري دهب ان شاء الله، وكلنا بحق جاهة النبي تحققوا احلامكم، اللهم امين، ويشفي مرضاكم ومرضى المسلمين، قولوا امين. عايزه اقول لك كمان صابون المواعين، ازاي بنوفر في صابون المواعين. صابون المواعين عايزاه دايما يبقى مطهر المواعين بتاعتك وكده. صابون المواعين بملى النص الازازه بريل، تمام، بملى بحط عليها معلقه، شايفين معلقه من الكلور الخام، معلقه يا بنات ها، مش بقول مثلا ولا كوبايه ولا نص كوبايه ولا كده، معلقه من الكلور الخام وثلاث اربع معالق من الخل، تمام. وابدا ان انا ازود الباقي ميه. اتفرجي بقى نضاره في المواعين بعد كده، ما فيش نظافه، بتبرق كده، بتبقى بتبرق كده يا بنات منكم. كمان بتحسي ان الحاجه متعقمه ونشطفه. اهم حاجه كويس، المواعين الالومنيا عندك بتبقى بتلمع، تمام، وما بتحتاجيش انك تفضلي بقى تحطي بريل وتفضلي تدعكي عشان الالومنيا والكلام ده، لا، ده هي بمجرد نقطه على السلكه وتفرجي على لمعان الالومنيا منك، تمام. بعد كده يا بنات عايزه اقول لك الطماطم، بنضاعف كميه الطماطم ازاي؟ زي ما انا قلت لكم، انا ممكن كيلو يكفيني طول الاسبوع طبيخ. طب ازاي بضاعف كميته؟ اول حاجه بجيب مع الكيلو ده بنجريه صغيره خالص. طب انا جبت ما لقيتش الا بنجريه كبيره، اقوم واخده منها شريحتين، تمام. وابدا ان انا اقوم اللهم صل على النبي يا بنات، اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. بقوم حاطه البنجريه مقطعاها كده في الخلاط مع الطماطم، واقوم ايه ضربها فيها، بتديها حمار بعد كده ما فيش. طب انا ما بحبش البنجر مثلا، وفي ناس ما بتحبش البنجر، لو هتعملي بيه مكرونه هي بس كده بغير لون المكرونه، مع انه والله ما بيغيرهاش ولا حاجه لو انت ضرباه كويس. حطي عليه معلقه من البابريكا، معلقه صغيره من البابريكا على الطماطم، بدل ما بتاخدي مثلا كوبايه، لا ده انت بتاخدي كوبايه الا ربع وتزودي الباقي ميه، والحمار هو تمام. تمام. اوعوا بقى تنسوا الفكره اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي فكره التحويش. حتى لو انت مثلا ما عندكيش جيران، ما عندكيش حاجه، لا، من النهارده ابداي هاتي كراسه قديمه حتى، او كراسه تكون خاصه بيكي ان شاء الله يا بنات، اللي هي 28 ورقه مش غاليه، وابداي اعملي كده 12 يوم 12 صفحه فيها كل شهر، مثلا من بدايه ان انت يعني انت مثلا هتبداي في شهر مايو او هتبداي مثلا في شهر 6، خلاص هبدا ان انا اقوم عامله لحد ما لستة اللي بعديه، خلاص. وابدا ان انا حاطه هدف، مثلا انا في خلال ال 12 شهر دولت مثلا هيبقى معايا مبلغ معين قد كده، يبقى انا مثلا مطلوب مني ان انا اشيل كل يوم 20 جنيه، انا مطلوب مني ان انا اشيل 30 جنيه. وانت ان شاء الله قد التحدي، بدل انت عايزه تلبسي حاجه دهب، بدل انت عايزه يبقى ليكي بيت خاص بيكي، بدل انت عايزه شقه تبقى خاصه بيكي، طب ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، ممكن اعمل تحدي لنفسي شهر واحد اشيل الموضوع ده، خلاص. وبعد الشهر ده اقوم عامله ايه؟ النور قطع يا بنات. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اقوم بعد الشهر ده واخده المبلغ ده وعامله بيه اي مشروع، وان شاء الله استنوا افكار مشاريع، احنا داخلين على صيف، استنوا افكار مشاريع جميله قوي من وانتي قاعده في بيتك، هتستفادي منها كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم كتير قوي في الله بجد، انتوا اخواتي في الله، ربنا يسعدكم ويحقق لكم دايما اللي بتمنوه. كل ست جميله حبيبه قلبي بتكتب لي تعليق من قلبها كده بالخير وبالبركه، ان شاء الله يا ربنا يرزقكم البركه كلها في حياتكم والخير والسعاده في حياتكم، اللهم امين. هترككم فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.